إخوتتي، ملخص نصف النهائي الثانية ما بين نهضة بركان والفتح الرباطي. مقابلة كانت شيقة، تضيع الفريقين الأهداف كثيرة، وصلوا لضربات الجزاء وهي اللي حسمت المتأهل بيناتهم. فرجة ممتعة الإخوان. واستقبلت شباكه 29. هذه حصيلة نادي نهضة بركان. الحكم الرابع السيد محمد بلوط. في غرفة الفار حمزة الفارق، ياسين قبة ومصطفى كشاف. على يمين الشاشة الفتح الرياضي، على يسارها نادي نهضة بركان بالقمصان باللون البرتقالي. في هذه الأثناء الحكم رضوان جيد يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. ينطلق الشوط الأول وتنطلق معه محاولات وفرص كلا الفريقين. أنس باش، كرة في الرواق الأيمن للفتح الرياضي في وسط الملعب. بدأت المقابلة وبدأت المتعة وبدأت الفرجة هنا في المركب الرياضي بمدينة فاس. كرة في الرواق الأيسر، يوسف بالعمري سقط يتحصل على تماس. مهاجم المتألق الشرقي البحري وشادراك موزونغو. هنا فرصة للنهضة الرياضية البركانية، إمكانية التسجيل، إمكانية الوصول. ينجحون، يتمكنون من الوصول للمرمى. جول 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 جول. أفضل السيناريو الأفضل بالنسبة للنهضة الرياضية البركانية. ينجح الفريق في التسجيل. إيرفي من جديد، أيوب القاسمي. أيوب، تمريرات بين عناصر نادي الفتح الرياضي، يبحثون، يريدون الوصول لمرمى الحارس أمين. العرضية، ضربة رأسية، هي الفرصة الأبرز. كان متسللا في اللقطة الماضية الرياضي من تسجيل هدف التعادل. الهدف الأول كان قد سجل في الدقيقة الثانية. وفي هذه الأثناء حكم الساحة يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي نهضة بركان أمام الفتح الرياضي بهدف مقابل لا شيء. يعرف بأنه من الصعب الوصول لمرمى الحارس أمين الوعد. هنا تنفيذ الركنية، تدخل من أمين، ما زالت الفرصة متواصلة. أمين يواصل، أمين التألق ويواصل أمين الاستبسال في الدفاع عن مرمى النهضة الرياضية البركانية. حمزة السمومي الذي كما ذكرت لعب سابقا بقميص الفتح الرياضي. محاولة التقدم من السمومي دائما لعناصر نهضة بركان. فرصة للنهضة الرياضية البركانية، الفرصة الأبرز في الشوط الثاني لنهضة بركان. الفرصة الأبرز بالنسبة للنهضة الرياضية البركانية. هنا اللقطة، هنا الفرصة، كان متمركزا في المكان المناسب الشرقي البحري. نادي الفتح الرياضي الذي يتوفر على كل الإمكانيات، كل القدرات التي تمكنه من العودة في النتيجة في أي لحظة، تمكنه من تسجيل هدف التعادل في أي لحظة من لحظات اللقاء. هنا العرضية، الكرة اصطدمت بالقائم. هي الفرصة الأبرز، هي الفرصة الأخطر بالنسبة للفتح الرياضي. كان قريبا من التسجيل وكان قريبا من الوصول للشباك. هي الفرصة الأبرز. لا يصدق ما حدث حمزة الهنوري بالمسطرة والقلم من المهدي قرناس. وصلت للهنوري في أحسن الظروف، وصلت لحمزة في أفضل الظروف. الكرة اصطدمت بالقائم. لا يصدق ما حدث أمين الوعد، أيضا لا يصدق مروان الودني الذي يراقبه يوسف دايو. ضربة رأسية من المهدي الباسل، لكن الحكم رفع الراية. حمزة الموساوي، كرة في وسط الملعب، المراوغة، المرور، إمكانية الوصول، البحث عن الشرقي من خلال الكرات العالية. اسقاط الشرقي البحري. الحكم يعلن عن ركلة جزاء. بحثوا عن الشرقي الذي نجح في اقتناص ركلة جزاء. الحكم رضوان جيد، حكم الساحة رضوان، إذن يلغي ركلة الجزاء. رضوان جيد يلغي ركلة الجزاء ويوجه البطاقة الصفراء، العقوبة الانضباطية للشرقي البحري. شرف المملكة المغربية وشرف أيضا مدينة بركان، المدينة الجميلة. هنا فرصة للفتح الرياضي، العرضية، ضربة رأسية، لكن حارس المرمى أمين الوعد
تدخل في الوقت المناسب. هل سيتمكنون وهل سينجحون وهل سيقدرون على الوصول؟ لكن الدفاع يتدخل، دفاع نادي نهضة بركان. كرة في منطقة الجزاء، جول 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 في آخر اللحظات. يتمكن الفتح الرياضي من الوصول لمرمى الحارس أمين الوعد في آخر اللحظات. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة لعشاق الفتح الرياضي. ستكون الفرصة الركلة الحرة المباشرة للفتح الرياضي. كرة طويلة هنا التنفيذ في منطقة الجزاء، وتتواصل الفرجة. ينطلق الشوط الإضافي الثاني مشاهدينا الكرام. على يمين الشاشة الفتح الرياضي، على يسارها هذا ما يفكر فيه أمين الكرمة مدرب نادي نهضة بركان. هنا كان تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، مرت بسلام. كنت أتحدث عن ما يفكر فيه. كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة. هنا تنفيذ الركلة الحرة المباشرة، إبعاد الكرة وإبعاد الخطر. وفي هذه الأثناء الحكم رضوان جيد يعلن عن نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل، هدف لكل فريق في كلا الشوطين الإضافيين الأول والثاني. لم يتمكن أي فريق من الحصول على التقدم، من الحصول على الهدف الثاني، من الحصول على الأسبقية التي قد تمكن من الفوز باللقاء. ينتهي الشوط الإضافي الثاني، سنمر بعد قليل. أمين الكرمة يواصل تقديم التعليمات لعناصر فريقه، لحمزة المساوي. أكبر عدد من الركلات الترجيحية في هذه المرحلة المهمة. مسؤولية كبيرة يتحملها عناصر كلا الفريقين. ينتظر الضوء الأخضر، الضوء الأخضر. قرناس ينجح قرناس. الركلة الترجيحية الأولى ناجحة، الركلة الترجيحية الأولى ناجحة للفتح الرياضي. الأسبقية والتقدم للفتح الرياضي للمرة الأولى في مقابلة اليوم. المساوي في مواجهة أيمن. حمزة المساوي يضيع المساوي، يضيع الركلة الترجيحية الأولى. حمزة المساوي أفضل سيناريو بالنسبة للفتح الرياضي، هذا هو السيناريو الأفضل بالنسبة للفتح الرياضي في الركلات الترجيحية. حمزة المساوي أرسل الكرة بعيدا كل البعد. صلاح مصدق. صلاح يسدد بقوة. صلاح متفوقا على حارس المرمى أمين الوعد. تسديدة ممتازة من صلاح مصدق. ركلة ترجيحية ثانية ناجحة للفتح الرياضي. بقوة سدد صلاح، بدقة سدد مصدق. الشرقي الهداف، الشرقي البحري، هل سينجح في مواجهة ماجد أيمن؟ التصويب ينجح الشرقي البحري، المهاجم المتألق الشرقي البحري ينجح في إسكان الكرة الشباك. ركلة ترجيحية ناجحة، هو الذي يتولى مهمة تنفيذ الركلة الترجيحية. أمين في مواجهة الوعد. العزري يضيع العزري أمين، ويتفوق الوعد. أمين يتفوق على العزري. فرصة الآن لنادي نهضة بركان. حارس مرمى الفتح الرياضي، الكل يترقب، الكل ينتظر. يونس نعيم بهدوء كبير وبروعة. يونس نعيم ينجح في تنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة للنهضة الرياضية البركانية. تصبح النتيجة متعادلة.
مروان الودني مسجل الهدف الوحيد للفتح الرياضي في مقابلة اليوم، هو الذي أعاد الفتح الرياضي في اللقاء، هو الذي سجل الهدف. يسجل مروان، يسجل الودني بقوة، سدد بقوة مروان الودني، نجح في مغالطة الحارس أمين، نجح في مغالطة حارس المرمى أمين. كان ممكن يتصدى الوعد لتسديدة الودني حتى مروان. الركلة الترجيحية الرابعة جد مهمة يا الفحلي، جد مهمة يا يوسف. التصويب من يوسف، ينجح يوسف الفحلي في تنفيذ الركلة الترجيحية بنجاح. ركلة ترجيحية ناجحة من يوسف الفحلي مغالطا حارس المرمى أيمن ماجد. الآن المرحلة الأهم مشاهدينا الكرام، الركلة الترجيحية الخامسة، الركلة الترجيحية الخامسة. هنا التصويب، يضيع مروان يضيع الركلة الترجيحية الخامسة. لا يصدق ما حدث جمال السلامي. هنا الإعادة، هنا اللقطة، فرحة كبيرة للجماهير، جماهير النهضة الرياضية البركانية التي سجل 8 أهداف في هذا الموسم الكروي لنادي نهضة بركان. هداف الفريق يوسف دايو في مواجهة أيمن ماجد. الركلة الترجيحية الأهم التي قد تمنح التأهل لنهضة بركان. دايو يوسف يضيع يوسف دايو. ما زالت الفرجة متواصلة هنا في المركب الرياضي بمدينة فاس. أمين الكرمة لا يصدق ما حدث، كانت فرصة ذهبية بالنسبة ليوسف دايو. العميد يضيع الركلة الترجيحية. حمزة الهنوري في مواجهة أمين الهنوري في مواجهة الوعد. التصويب، ينجح حمزة الهنوري. الآن إن ضيع لاعب نادي نهضة بركان هذه الركلة الترجيحية سيفوز الفتح الرياضي، سيتأهل الفتح الرياضي، سيحصل على بطاقة الترشح الفتح الرياضي السادسة. حضرات السيدات والسادة المشاهدين، بنطرشة في مواجهة ماجد. بنطرشة هل سينجح بنطرشة؟ التصويب، ينجح بنطرشة بنجاح، يتفوق على أمين الوعد، أيوب الخصمي. التصويب، يضيع يتألق أمين، يتألق الوعد على طريقة ياسين بونو، على طريقة الحراس الكبار. ينجح الوعد في التصدي لتسديدة القصمي. أمين الوعد ابن مدينة بركان يتولى المهمة. حمزة في مواجهة أيمن ماجد. الرقراقي، ينجح حمزة، يقود نادي نهضة بركان، يقودهم للتأهل، يقودهم للحصول على بطاقة الترشح. فرحة كبيرة لعشاق نادي نهضة بركان، فرحة كبيرة لعشاق النهضة الرياضية البركانية. تنقلوا بأعداد كبيرة من مدينة بركان إلى هنا لمدينة فاس. فرحة كبيرة لهذا المدرب، فرحة كبيرة لأمين الكرمة الذي نجح في التفوق على جمال السلامي ونجح في قيادة فريقه للتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس العرش. سيواجهون نادي الرجاء الرياضي في المقابلة